بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى حبيبنا رسول الله. شايفين الطبق الحلو ده؟ عارفين الوصفة ولا؟ تهيألي يعني اكيد ناس كتير اول ما هتشوفها هتعرف ده ايه. طب يلا نيجي مع بعض كده واقول لكم ايه ده. لو عندك فصين توم وقرن شطة وطماطمتين، تعالي معايا وتابعي معايا للاخر. طبعا لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والكومنت الحلو، واللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى حبيبنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا نزلنا بشوية زيت في الحلة، وهننزل عليهم بمعلقة توم مهروس، وهنسيبهم يتحمروا مع بعض شوية. بعد كده هننزل عليهم بقرن شطة متقطع قطع صغيرة، وهنتنينا نقلب فيها لحد ما تاخد لون. طبعا مش عايزه اقول لكم على ريحه التوم اول ما بتنزل طبعا في الزيت او في السمنه بتبقى ريحتها خرافه. هنسيبها شويه لحد ما تاخد لون، وبعد كده هننزل عليها بالطماطمتين المتقطعين قطع صغيره. تمام. طبعا انا بحب اشكر كل الناس اللي دخلت عندي على القناه واشتركت في القناه. بجد والله انتوا بتفرحوني وبتبسطوني جدا. كل ما بلاقي مشترك زياده عندي انا بجد بفرح. القناه ديت مش هتكبر الا بيكو وان شاء الله باذن الله اقدر ان انا انزل الفيديوهات تستفيدوا منها. وطبعا احنا كلنا يا جماعه بنساعد بعض وبنشارك بعض في كل حاجه. اللي عنده فكرة بيبادلها للتاني، واللي كده عنده معلومة أكيد برضو بيبادلها للتاني. طبعا أنا بحب أشكر كل الناس اللي بتعلق لي وتحط لي لايك وبتعمل اشتراك للقناة. بجد والله أنا مبسوطة جدا، ومش عايزة أقول لكم أنا بتمنى لكم الخير والنجاح. واللي علقت لي على الفيديو وقالت ان هي بتتمنى ان انا ادعي لها دعوة للنجاح وكده. ربنا ينجحك يا رب يا حبيبتي، ويفرح قلبك زي ما انت ما بتفرحي قلوب الناس. وان شاء الله باذن الله ربنا يكون في صفك ويقبل مني الدعوة ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا نزلنا بالطماطمتين متقطعين صغير جدا عشان ما تاخدش معانا وقت في التسبيكة بتاعتها. تمام. طبعا انتوا اول ما بتبان ان هي اتسبكت بتلاقي الزيت طلع لفوق كده واحمر قوي. تمام. طبعا انا عندي كيس فول، انا بجيب الفول وبعبيه في اكياس وبحطه في الفريزر. لما بحب ان انا اعمل اكله او اعمل اي حاجه او انا مش هطبخ وهعمل التحبيشه او كده، بجيب كيس فول مره اعمله بالثوم، ومره اعمله بالطماطم كده على عادي كده ما بسبكلهاش. ومرة ممكن اعمله مثلا اقطع بصل عليه وطماطم، هو بصراحة بيبقى طعمه حلو جدا. وممكن اعمل عليه طشة توم بس كده من فوق كأنك بتعملي طشة ملوخية، برضو بتبقى تحفة وجميلة جدا بس التوم بس. و... ولو حبيتي بقى بتعمليه بالليمون والطحينة والحاجات دي بتبقى برضو حلو جدا. ليها افكار كتير، وصفة الفول دي بتبقى ليها افكار كتير. بس انا النهاردة طبعا انا اول مرة اعمل معاكم الفول بالثوم بالطماطم. هو بصراحة طعمه بيبقى تحفة وجميل جدا. فحبيت اشارك معاكم الوصفة. طبعا انا نزلت بالطماطم سبتها تتسبك شوية، بعد كده نزلت عليها بالفول. هسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها، وحطيت معلقة ملح صغيرة او حسب ما انتي عايزة، وحطيت معلقة كمون برضو صغيرة. حبيتي تحطي طحينة حطي، ما حبيتيش براحتك حسب الرغبة. بس انا ما عنديش طحينة دلوقتي فاستكفيت بكده يعني. مش عايزة اقول لكم يا جماعة والله العظيم طعمها تحفة، والريحة الدخن يعني البخار اللي طالع ده الريحة بتاعتها تحفة 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 تحفة. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم، وما تنسونيش في الدعاء، وما تنسونيش في لايك حلو وكومنت حلو. واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل الفيديوهات اللي انا بعرضها. اتمنى ان انا اشوفكم على على الف خير. و... وم... وطبعا بقى ما تنسوش اللايكات يا جماعة، لايكات بقى كده عشان الفيديو يرتفع كده ويوصل للناس. كل الفيديوهات اللي انا بنزلها عامة مش شرط الفيديو ده. اتمنى ان انا اشوفكم على الف خير يا رب. يلا مع الف سلامة.